السلام عليكم أبناء طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، وخصوصا طبعا طلبة إدارة جرجة التعليمية، لأن زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا امتحان إدارة جرجة التعليمية، امتحان فصل الدراسي الأول، امتحان أولى ثانوي 2023 2024. ده الامتحان اللي امتحنتوه في يناير 2024 يناير 2024 عشان هينفع معانا في السنوات القادمة لمختلف الطلاب إن شاء الله. هنبدأ مع بعض نحل الامتحان عشان نشوف الدنيا كانت ماشية معاكم إزاي أولى ثانوي في جرجة. أولى ثانوي طلاب إدارة جرجة التعليمية. طبعا أول سؤال عندي كان بيقول لي إن هم عبارة عن 5 options، 5 اختيارات، ومحتاج منهم بقى إيه؟ محتاج منهم إن إحنا نستخدم من كل 5 2، والسؤال ده عليه 2 marks. تعالوا نشوف بيقول لي ايه. unfortunately، لسوء الحظ، some orphans، بعض الأيتام، بعض الناس الأيتام are homeless، ملهمش أي منازل يقعدوا فيها، and need families too، ومحتاجين بعض الأسر عشان تهتم بيهم، care for them و look after them. واحد يقول لي يا مستر عندك كلمة take care، لو ان take care دي صحيحة كنا نحتاج نقول take care of، بس ال of دي مش عندي، take care of و of دي ايه مش عندي، فاحنا هنخلينا بس في كلمتين اللي هما care for ودي عليها نص درجة، ولوك افتر عليها نص درجة. يبقى كده اخدنا ايه اول درجة فين في الامتحان، اول درجات الامتحان. ثواني نظبط الدنيا كده تمام كده خالص. voluntary can be antonyms. voluntary يعني ايه voluntary؟ يعني تطوعي. العكس بتاعها ايه؟ عايز كلمة تطوعي، عايز اقول ان الشيء بيكون الزامي، بيكون يا اما obligatory اهو الزامي او compulsory. برضه معناها كلمة ايه؟ ان الشيء ده الزامي وليس تطوعي. كده نص درجة اهو، وادي هنا نص درجة اهو، يبقى احنا كده بنتكلم في درجتين، فالدرجة النهائية هتبقى 2 درجتين، 2/2. كده الطالب اللي حل دول اخد ايه؟ 2/2. بعد كده he is very hungry، بس احنا عندنا هنا كام اختيار؟ عندنا 4 اختيارات، يبقى احنا عايزين اجابه واحده بس، وعندنا 14 نقطه، ونعمل 14 نقطه يبقى كل درجه ايه باختيار. he is hungry، هو جائع، since he eaten nothing for 2 days. صحيح احنا كنا قايلين ان since دي جايب لها مضارع تام وبعديها ماضي بسيط، بس المشكله هنا في كلمه ايه eaten دي تصريف ثالث، يبقى خلاص مش هنضطر بقى غير ان احنا نستخدم ايه has eaten. هل هو اكل ولا ما اكلش؟ لا، هو has eaten nothing، هو لم يأكل شيء، يبقى هذا هتيجي مثبتة مش hasn't، لأن عندي كمان كلمة nothing منفية، فما دخلش نفي على نفي، عشان سالب السالب موجب والنفي إثبات. ما أقولش he hasn't eaten nothing، لا he has eaten nothing، هو لم يأكل أي شيء. وطبعا دول 14 درجة ب 14 نقطة، يبقى دي عليها إيه؟ أول درجة. I'm sorry but my diary is I don't let anyone else read it. أنا آسف لكن الدايري بتاعتي، اليوميات اللي بكتبها بتاعتي دي خاصة، شيء خاص، personal خاص أهي. ما أقدرش أقول personal لأن دي معناها هيئة العاملين أو personality شخصية، لا personal شخصي، ودي عليها درجة. lions every day to make sure that cows are safe. اللايونز الأسود يتم التحكم فيهم، إذا الجملة دي مبنية للمجهول، تمام؟ شيء يومي بيحصل كل يوم، ما دام احنا في كل يوم يبقى في المضارع، وما دام بدأنا المفعول به يبقى الجملة باسف، يبقى مضارع مبني مجهول، يبقى are monitored يتم مراقبتهم والتحكم بهم كل يوم عشان خاطر نخلي بالنا من ايه؟ من الكاوز، قطعان الأبقار. صلاح has been، محمد صلاح for his kind and generous donation charities in Egypt. صلاح طبعا تم تمجيده وتفخيمه وتعظيمه، يبقى praised اهو has been praised. صلاح تم
تمجيده بالنسبة للناس عشان kind donations. My flight to London at 9 a.m. tomorrow. طبعا احنا قلنا الحاجة لما يكون ليها جدول ثابت حتى لو كانت في المستقبل وليها ميعاد ثابت يبقى استخدم لها مضارع بسيط. يبقى my flight to London is تكون. ما اقدرش اقول is going to لان اصلا going to مفيش معاها is. يبقى my flight to London is at 9 a.m. tomorrow. تكون الساعة 9 غدا مش سوف تكون. Teachers never allow at schools. المدرسين أبدا لا يسمحوا بإيه في المدرسة؟ allow bullying يسمحوا بالتنمر ذات نفسه أهو. لا يسمحوا بالبولينج أو بالتنمر. Teachers never allow bullying. المدرسين لا يسمحوا بالتنمر في المدارس. تمام كده؟ دي عليها إيه؟ درجة. ليه بقى؟ لأن هنا allow بعدها to المصدر. بس هنا حتى لا to bully مين؟ يبقى إما بعدها to المصدر إما بعدها الفعل مضاف له أي نية عشان يبقى noun. تمام؟ If you fill a balloon with water it will swell up. لو أنت عبيت هواء داخل بالونة سوف تنتفخ. احنا خدنا swell up ينتفخ أو يتورم وادي كمان درجة. Most of the European countries use euro except the UK. معظم الدول الأوروبية بتستخدم عملة اليورو. دي عملة محددة هنا في تحديد. The euro, the pound, the dollar. لما استخدم عن عملة محددة لازم استخدم لها ذا. يبقى ذا يورو اهو. تمام كده؟ All driverless cars will be. كل السيارات هتبقى كهربائية تعمل بالكهرباء مش شيء متعلق بالكهرباء. يبقى هتبقى الكتريك. هي ذات نفسها تشتغل بالكهرباء مش الكتريكال شيء ليه علاقة بالكهرباء. لا هي ملهاش علاقة بيه هي بتشتغل بيها اصلا. انما لو جايز اقول مفك اللي في ايدي ده مفك كهربائي اقول الكتريكال سكرو. مفك يعني سكرو ماشي. اقول الكتريكال مثلا بلاج فيشه كهربائيه. انما ما بقولش على السياره الكتريكال لان انا مش بستخدمها في مجال الكهرباء ده هي اصلا شغاله بالكهرباء. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا هنا درجه وكمان هنا ايه درجه كده. احنا ماشيين ايه صح. The meeting the manager discussed some serious affairs. اثناء الاجتماع اهو. The meeting ده اسم مش فعل مضاف له اي فمش هينفع قلنا ولا واي هتاخد during. ومش هينفع was when لان when عايزه when I was. يبقى احنا كده عندنا كمان ايه درجه لان during دي بياتي بعدها النون. النون هو ايه كلمه the meeting. The price of oil is over $80. اسعار البترول اكتر من $80 للبرميل. يعني هنا لي دي معناها لي للبرميل لان البترول بيتباع بالبرميل. وفاء suffered a lot from her. وفاء عانت كتير من زوج امها because of his bad treatment. ماشي. طبعا ايه واحد يقول ستيب فازر واحد يقول ستيب ماذر. طبعا الجراند ماذر والانت دول اقارب مش هيعاملوا الوحش كويس. انما مرات الاب وزوج الام ينفعوا. انا هاخد ايه زوج الام. واحد يقول لي ليه؟ هقول لي يا عم عشان هز بقى his bad treatment معاملته السيئة. هو كانت معاملة سيئة. انما لو كانت ستيب ماذر كانت her bad treatment. عشان كده اللي حلها بالطريقة دي هيستحق درجة. he never used to eating at work. used to بعدها المصدر. ازاي used to يأتي بعدها الفعل في اي الا لو كان في هنا قبلها verb to be او get اهي. he never gets ما ينفعش he never is used to eating. he never is used to eating ما ينفعش لان لو قلت he is never used to هو عمره مش بيستخدم ليه. انا عايز اقول هو عمره ما بيعتاد على اهو gets. واللي حلها كده اخذ ايه درجة. I think the second verse is too long. اعتقد ان السطر الثاني او البيت الثاني من الشعر طويل جدا. and its rhyme is too slow. والنغمة اللي فيه بطيئة خالص. اهي النغمة اللي احنا اخدناها. طبعا الرايم سكيم اخدناها والطلبة بتاعتي اللي هي عملية القافية الشعرية A A B B او A A C A C وهكذا.
اللي حل بالطريقة دي يا ولاد أخد 14 على 14 كده. يبقى الحل بالطريقة دي من الناس الايه المتفوقين. لغاية دلوقتي مقفل. تعالوا بقى نشوف الايه القطعة بتوع يريا كانت بتقول ايه. بصوا حضراتكم بنقول ايه هنا. القطعة بتاعتنا بتقول in recent years. في recent years في الأعوام الحالية concern about the environment الاهتمام بالبيئة has been growing among all people بينمو ده وسط كل الناس. The public has become aware of many common dangerous dumping practices. الناس بقت عارفة ان المشاكل الخطيرة اللي بتحصل في الدامبنج في إلقاء القمامة في المخلفات أو مكبات القمامة which have been going on for years. دي كان بيحصل لسنوات. These have increased as the population of the all countries has grown. وده بيحصل لأن عدد سكان كل الدول بيزداد. Recently حاليا publicity has drawn the public attention. Publicity has drawn the public attention to one of the form of environmental pollution. تمام. الببليسيتي الناس المشاهير والسياسيين وكده بيلقوا النظر على الانفيرومنتال بوليوشن. The dumping of hazardous chemical waste خصوصا إلقاء المخلفات بتاعت الهازارديوس الحاجات العشوائية وخصوصا لو كانت chemical wastes مواد كيماوية. These waste include heavy metals من ضمنها المعادن الثقيلة such as mercury من ضمنها الزئبق معدن ثقيل ملوث للبيئة ومش بيتحلل and other باي برودكتس ومنتجات ثانوية أخرى. باي معناها ثانوي. باي شرطة شيء معناها ثانوي ليه منتجات ثانوية لمنتجات أكبر of technology يعني منتجات على ثانوية بالنسبة تكون زي ماوسات الكمبيوترات وحاجات زي كده. Such chemicals cause lots of problems. المواد الكيماوية دي بتسبب كثير من مشاكل كانسر سرطان brain damage دمار في والعياذ بالله في المخ and high infant mortality rates ومعدل وفيات كبير في المواليد. Dumping of waste is difficult to supervise. إلقاء المخلفات صعب إن إحنا نقوم بالإشراف عليه. And in fact even careful dumping has resulted in the destruction of whole areas. وحتى الإلقاء الكيرفول الحريص للمخلفات سبب destructions دمار. When wastes are first put into dump لما نحط المخلفات في الدمب اللي هو المكب بتاع القمامة they are usually sealed لازم يتم إقفالها عادة in a large metal drums في صناديق كبيرة. as time passes لما بيعدي الزمن the metal rusts المعدن بيدوب and the waste materials begin to leak out into the surrounding soil وبيبدأ المواد اللي جواها تتسرب. ليك يعني يتسرب للسراوندينج soil للتربة المحيطة. This has two effects. ده ليه طبعا تأثيرين on the environment على البيئة. First, the local soil is often permanently destroyed. التربة المحلية بيتم تدميرها and it must be removed ويجب انها تتشال. طبعا ده شيء صعب. Second, the chemical waste can sink lower and lower into the soil. وطبعا ممكن تدوب الويستس دي للتربة الأعمق فالأعمق and reach underground water deep وتوصل للمياه الجوفية in the earth's surface في تحت سطح الأرض. طبعا تعالوا نشوف الأسئلة بقى. We must find solution to chemical waste because they لازم نلاقي حل للchemical wastes لأنها تعالوا نشوف لأنها because they are لأنها بتسبب الخطر لحياتنا our life. هي مش dangerous هي بتسبب خطر يبقى in danger. تمام كده خالص. The main idea of the passage الفكرة الرئيسية للباسج للقطعة هل solving the problems of dumping chemicals نحل مشكلة dumping chemicals المواد الكيماوية ومكباتها underground water المياه تحت الأرض the dangers of dumping chemicals المخاطر بتاعت الدامبنج كيميكالز. المخاطر بتاعتها احنا ما جبناش سيرة ان احنا نحلها ازاي. اعتقد هي دي the advantage of chemical waste مميزات الكيميكال. لا طبعا الكلام ده ما حصلش يبقى the dangers of dumping chemicals هي دي تماما.
dumping of waste isn't to survive. supervise يعني نشرف عليه. إلقاء المخلفات ما هواش إيه عشان نشرف عليه، ما هواش سهل طبعا، شيء صعب. The word permanently means الشيء، كلمة permanently بشكل دائم، عكسها contemporary طبعا معناها constantly أي بشكل دائم. When chemicals waste reach underground water it becomes، لما الكيميكال waste بتوصل تحت الأرض بتبقى إيه بقى؟ بتبقى المياه تحت الأرض undrinkable غير قابلة للشرب. كانسر وبرين دامج، الكانسر والبرين دامج and high infant mortality rates، ومعدلات المورتاليتي الوفاة بتاعت الطلبة بتاعت الناس دايما بتكون ايه؟ بتكون نتائج طبعا reasons أسباب، لا مش أسباب، دي بتكون نتائج results أهي. تمام كده؟ chemical waste one type of الكيميكال waste، البقايا والمخلفات الكيماوية تعتبر نوع من أنواع إيه؟ إيكوتوريزم سياحة بيئية، environmental pollution طبعا تلوث بيئي، environmental protection حماية بيئية، إيكوتورز لا طبعا يبقى environmental pollution. أنا معرفش بصراحة كام عليها درجة هنا، إحنا معانا من السؤال ده. تعالوا نشوف، أنا عندي أهو نموذج الإجابة موجود طبعا. إيه السؤال بتاع القطعة 7 درجات اهو، 7 درجات، هم 7 اسئله ب7 درجات، يعني عندي 1 2 3 4 5 6 7. فالحل كده لك 1 2 تمام عشان نكون واضحين مع الطلاب. 3 4 5 6 7، وهو اللي حل بالطريقه دي طبعا جاب 7 من 7. تمام كده 7 من ايه؟ من 7. تعالوا نشوف الصفحة الأخيرة. نظبط على الكاميرا. يبقى احنا كده بنعمل عملية مونيتورينج ان احنا نظبط للايه؟ الحاجة كام. بيقول لي الترجمة طبعا ايه؟ 4 درجات، 2 من عربي لإنجليزي و2 من إنجليزي لعربي. تمام يا جماعة. يعد تجنب رسائل البريد الإلكتروني الواردة من المرسلين غير المعرفين، والتمرير فوق أي رابط تحصل عليها أفضل طرق للحماية من مخططات التصيد الاحتياطي. طبعا أنا رجعتها لقيت إن الإجابة هي كل رقم دي أهو. دي هي الإجابة الصحيحة، والاختلافات كتير بين الجمل لكن أدق إجابة فيهم هي دي. تمام حضراتكم؟ فلازم للاستبعاد كده ندور ونعرف ايه اللي حصل خلاني انا اخدت دي طبعا. يعني مثلا بيقول لك كلمه نون، طبعا الرساله لو معروفه انا اللي هي هشيلها، المفروض هي تبقى ايه؟ unknown. تمام، المفروض تبقى هي ايه؟ unknown. best ways to guard against fishing. بصوا هنا fishing طبعا جت بالفيش بالاف كانها صيد اسماك، وهكذا حضراتكم تقدروا تطلعوا الاختلافات طبعا. هنا طبعا بيقول لي industry is one of the main causes of the spread of contaminated everywhere. طبعا الصناعة بتكون أحد أسباب التلوث في كل مكان. طبعا أنا لما دورت وراها لقيت إن الإجابة الصحيحة رقم إيه؟ رقم A. تمام، تقدروا حضراتكم تدوروا، يعني هتلاقوا اختلافات كده. السبب الرئيسي ولا أحد الأسباب؟ هل هي سبب رئيسي؟ هي بص عندي مين يعني رئيسي، يبقى ما ينفعش فيها أحد. أهو مثلا كده الانتشار التلوث في كل مكان، ما هم مش سبب، ده هو أسباب. تمام، فسبب ما ينفعش. تمام، وأحد الأسباب وهكذا. فطبعا الحل ده هياخد درجتين يبقى 4 من 4. كده الإجابة إيه؟ صحيحة. Why do you think the captain didn't want any sailors to see him؟ تعتقد ليه الكابتن ما كانش عايز أي حد يشوفه؟ تعتقد ليه؟ تعالوا نشوف الإجابة اللي جاية في نموذج التصحيح أهو. الإجابة بتقول يا جماعة he thought they would take his books، لأن هم اعتقدوا إن هم ياخدوا الصندوق بتاعه. طب بس في حق هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي unreasonable answers are acceptable. أي إجابة صحيحة أو مقبولة من الطالب هناخدها أهي. any reasonable answers are acceptable. فإحنا كده إيه طبعا نقدر نقول إن الإجابة هتعدي. تمام.
Why do you think Jim wanted to give the papers to Dr. Livesey؟ هو ليه كان عايز يدي الأوراق للدكتور ليفسي؟ because Jim trusted him. لأن جيم كان بيثق فيه. لو قلت لغاية هنا كده أنت أخدت الأيام. أنت لو قلت لغاية هنا كده جبتها. as he's a magistrate لأن هو magistrate and Jim thought he would know what to do with the map. باقي الإجابة ده additional إضافي كده، يعني لو إحنا قلناه تمام، ما قلناهوش وقلنا إن إحنا شايفين وجهة نظرنا جيم بيثق فيه، خلاص إحنا مش مشكلة. all not all glitters is gold. ليس كل ما يلمع ذهبا. What do you think the phrase mean؟ معناها ايه الكلمة دي؟ الجملة دي. الجملة اللي بتقول اهو. طبعا لان احنا النظام الجديد في الثانوية العامة بيعتمد على الطالب يكون مثقف. Not all glitters is gold. ليس كل ما يلمع ذهبا. دي مقولة مشهورة في العربي والانجليزي. ايه علاقة الجملة دي بسيلفر وكابتن سموليت؟ طبعا هم كانوا متضايقين من سموليت وبيحبوا سيلفر، بعد كده الآية اتعكست اهو. At first it was thought that silver was good and Smollett was bad. في الأول كانوا فاكرين إن سيلفر كويس وسموليت bad. But everyone was mistaken about both of them، لأن اتضح في الآخر إن الناس كلها غلطانة وإن سموليت هو الكويس وسيلفر هو الوحش. عشان كده يبقى إحنا إيه؟ ماشيين زي ما هو قال. Any reasonable answers are acceptable. أي إجابة مقبولة ومنطقية كده هناخدها من الطالب. يعتبر أنت عندك درجة ونص هنا. اهو درجة ونص دول هينفعوا خالص مع اي طالب. فالحل بالطريقة دي اخد كام؟ اخد درجة ونص على درجة ونص، كده اجابتك حلوة. هنا كان في عندكم يا طلبة الجرجة، كان عندكم حضراتكم صفحة كاملة عشان حضراتكم تستطيعوا انكم انتوا ايه تحلوا فيها مين؟ الاسي. الاسي او المقال كان مطلوب منكم اهو 150 كلمة 150 كلمة تمام كده في الموضوع ده، وعليهم 3 درجات ونص، وعليهم 3 درجات ونص ل 150 كلمة. عن ايه بقى؟ why people travel abroad. لماذا يسافر الناس للخارج. موضوع حلو على فكرة، مش وحش، موضوع حلو، بس محتاج ثراء لغوي من الطالب عشان يقدر يجيب 3 درجات ونص. اتمنى ان يكون فدتكم. شكرا لحضراتكم، وكان معكم مستر ياسر.